شفت يا عم فلافيلو؟ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر بتاع حكاية وطن بيقولك تمن التقدم لو هندفعه بإننا ما ناكلش وما نشربش يبقى ما ناكلش وما نشرب. يا عم سمير سمعت، ومن ساعتها وأنا صايم. وانت فاكر ان انت كده هتتقدم يعني لما تصوم؟ اكيد طبعا يا زمير، ده الزعيم القائد هو اللي قال كده. يعني انت عايز تفهمني ان كل الدول المتقدمة دي عشان يتقدموا ويوصلوا اللي هم فيه ده منعوا نفسهم من الاكل والشرب؟ اكيد طبعا عشان يحوشوا الفلوس اللي هيتقدموا بيها. يا حبيبي الكلام ده لما تكون عايز تشتري فيلا مثلا او عربية جديدة او بيت مثلا، مش انك تتقدم بدولة. تقدر تقولي هو مين اللي هيجوع بالظبط؟ هل 110 مليون مصري؟ يعني هل الرئيس عبد الفتاح السيسي هيجوع معانا ولا احنا بس اللي هنجوع؟ واحنا دي تندرج تحت معنى الشعب الغلبان البسيط اللي يدوب اللي جاي على قد اللي رايح. ما بقتش للأسف فاهم التصريحات بتاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الأخيرة، مع إن المفروض يعني بما إنه داخل على فترة